في الفيديو اللي فات عن جزئية تقسيم المشروع او تقسيمة الفولدرات. فاحنا النهاردة في اول فيديو معانا في كورس رياكت او في السكشن بتاع رياكت هنتكلم عن عقلية الكومبوننت او الكومبوننت بيتفهم ازاي. الكومبوننت ده بكل اختصار لو انا عندي موقع، لو الموقع ده بتاعك بيبقى فيه ناف بار فوق وفوتر تحت والاريا بتاعتك، فانا لما كنت اعمله في HTML كنت بعمل الناف بار احطه في كل حته والفوتر اخده في كل حته، طبعا بعيدا عن بقى عن باج جي اس او ايا يكن اللي انت بتستخدمه، بس بنتكلم في ال HTML بيور. هل ده منطقي؟ منطقي لو انا بعمل صفحه واحده مش محتاج ان انا اعملها كومبوننت. لكن لو عندي صفحات كتيره ومواقع كتيره والموقع فيه ملايين صفحات كتير، زي احنا مثلا هنا عندنا الدوكيومنتيشن، عندنا جوه الكورس بتاعنا دوكيومنتيشن لنكست ورياكت وشات سي ان وسوبر بيز وجافا سكريبت وفيرسل جي اس عشان ترفع المشروع بتاعك. فهل ده منطقي ان انا استدعي الناف بار في كل حته او استدعي السايد بار اللي فيه التوثيق في كل حته؟ اكيد مش منطقي يا عم زياد. فاحنا هنا بنسميه كومبوننت. لو اخدتك معايا هنا للتابلت هتلاقي ان انا شارح لك فكره الكومبوننت او مخلي الذكاء الاصطناعي يطلع لنا صوره لفكره الكومبوننت بسيطه جدا. ده رغيف البرجر بتاعنا، تمام كده، او عيش او برجر بتاعنا. لو جينا قسمناه بكل اختصار هنلاقي ان ده العيش، التوست فوق التوست تحت، وعندنا هنا البيف، وعندنا هنا ايا يكن بقى جبنه خاص ايا يكن احنا مسمينها هنا ايه. هل ده اسهل؟ اكيد اسهل. لو انا اللي بعمل رغيف البرجر، اسهل عليا ان اللحمه تبقى لوحدها والعيش تبقى لوحده والخس يبقى لوحده عشان اجمعهم. لكن لو انا يوزر، انا اللي باخد رغيف البرجر ده وباخده، فاسهل عليا ان كلهم يكونوا مع بعض عشان ابدا اكلهم. ده بكل اختصار. احنا كديفلوبرز او كسوفت وير انجينيرنج احنا بنحاول الموضوع يبقى سهل على اليوزر حتى لو هيبقى صعب علينا. لان عايز اقول لك بكل اختصار فكره الكومبوننت هي مش بتسهل، بس مش بتسهل زي ما انت متصور، هي ممكن تتعبك شويتين ثلاثه بس. فانا عايزك تركز في الجزئيه دي عشان لما نخش نبدا الكومبوننت ونشوف شكل الكومبوننت تكون معايا وجاهز.